خلف وولى يزيد ابنه على المسلمين، وكان هذا الأمر لا يعرف عند المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وترك الأمر شورى فيما بينهم. وبهذا الأمر حدثت مشكلة وحدثت فتنة. غالب المسلمين لا يبايعون يزيدا. لماذا؟ لأنهم إن كان بالولاية فإنهم يرون الإمام الحسين عليه السلام هو أولى من يكون. فكتب أهل الكوفة إلى الإمام الحسين: تعال حتى نبايعك وتكون أنت الخليفة. وأرسلوا مئات الرسائل، وأرسل مسلم بن عقيل ليتحرى الأمر. وبعدما وصل إلى الكوفة وإلى العراق بايعوه 4000 مقاتل. فكتب إليه أن تعال فإن الناس يريدونك. وبعدما سمع الصحابة قالوا للحسين: لا تذهب إلى أهل العراق، لأنهم غدروا بأبيك وقتلوه، وإنهم سيقتلونك كما قتلوا الإمام علي كرم الله وجهه. وبعدما سمع يزيد بهذا الأمر أرسل إلى واليه عبيد الله بن زياد، الوالي الخبيث الفاسق، انضم إليك الكوفة، وكان ظالما، بمعنى تصرف أنت بالذي تراه مناسبا. وبعدما ضم إليه الكوفة أصبح يمد الناس بالمال واشترى الدماء. ومسلم بن عقيل بعدما أرسل الرسالة 4000 تنصل واحد تلو الآخر حتى صلى بهم المغرب ولم يبقى إلا 30 نفر. وبعدما سلم من صلاة المغرب لا يوجد أحد معه، وكانت الأم تقول لابنها: يا بني خذ المال وغيرك هو من يقف مع الحسين. فأراد أن يرسل إلى الحسين ألا تأتي، فقبضوا عليه وقتلوه، ولم يصل الخبر إلى الحسين عليه السلام. والحسين ذهب معه 72 نفرا من أهل بيته والنساء والشباب، واتجهوا إلى العراق. فمسكه عبد الله بن عباس وقال له: لا تذهب. ولحق به ابن عمر وقال له: لا تذهب. وبعد أن أروه مصرا أن يذهب إلى أهل العراق قال له عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه: نستودعك الله من قتيل، إنهم سيقتلون. ووصل إلى أرض كربلاء فقال: ما هذه المنطقة؟ قالوا: إنها كربلاء. فقال الإمام الحسين: كرب وبلاء. ووصل إلى هذا المكان وانطلق إليه 4000 مقاتل بأمر من عبيد الله بن زياد، وكان قائد الجيش آنذاك اسمه عمر بن سالم. وصلوا إلى الإمام الحسين وأوقفوه، وقال له: اذهب وبايع عبيد الله. قال: والله لا أذهب إليه، بل بعدما عرف الأخبار وكشف الرسائل من أهل العراق أنكم أرسلتم إلي رسائل أن أتوا
تعال إلينا. فقال لهم: أما تدعوني أذهب إلى الخليفة إلى يزيد أو أرجع إلى المدينة؟ فقالوا: لا، إما أن تبايع أو نقاتلك. وكان 9 من محرم في مثل هذا اليوم، فبات تلك الليلة وقال لهم: امهلوني هذه الليلة لأنقطع بالله معها إلى الله تعالى. ويذكر إن الفرزدق قد رآه في الطريق وقال له: يا أبا عبد الله، إن قلوبهم معك وسيوفهم ضدك، لا تذهب إليهم. فما التفت الإمام الحسين وأتى ليرفع الظلم وليبايعوه، لكن حدث ما حدث. ويروى أنه رأى رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا حسين، قريبا ما ستكون عندنا. وفي الصباح قال للذين معه: اذهبوا كل إلى بيته، لأنه علم أنه سيموت. فما أحد ذهب، بل قاتلوا معه. وبالفعل اشتد القتال في صبيحة 10 من محرم في 61 للهجرة، وتقدم فرقة بعد فرقة، مجموعة بعد مجموعة على الحسين، وغالبهم لا يريد أن يقتله، حتى قال له الحر: يا أبا عبد الله، ارجع، فلا أريد أن أقاتلك. قال: والله لا أرجع، وتقاتلوني ولا ابن بنت رسول الله على الأرض بعدي. فنظر الحر ومعه، أو هو بمن معه 30 فارسا، وصاروا في صف الحسين. وحينما سئل قال: خيرت بين الجنة والنار، فاخترت الجنة وأكون مع الحسين ولا أكون مع طالب. واشتد القتال، وكلما أتى فارس يريد أن يضرب الحسين لا يستطيع لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى سنان بن أنس الرجل الخبيث فطعن الإمام الحسين وأرداه وقيعا. وجاء شمر ابن ذو الجوشن وحز رأسه الشريف. هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفصلون الجسد عن الرأس. تموت الأسود في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكلها الكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ونسب ينام على التراب. وبعدما فصلوا الرأس عن